دلوقتي احنا بيبقى عندنا مشاكل كتير وساعات كتير بنتضايق ونتبسط ويعني الحياه بتاخدنا فوق وتحت كتير. امتى بقى في وسط كل السوينجات دي ابدا اقول ان انا محتاج اروح لمعالج نفسي؟ طيب خلينا نقول ان السؤال ده عام قوي، يعني انا لو جيت اجاوبك على السؤال ده انا هضطر ان انا اسرد لك كل الاعراض المرضيه بتاعت كل الاضطرابات اللي موجوده في علم النفس والطب النفسي. دي حاجه صعبه جدا جدا، انا كده هكتب لك كتب او هقول لك كتب. خلينا نقول ان لما بلاحظ تغيير فيا بيأثر على حياتي لدرجه ان هي شلت الحياه وسببت معاناه. يعني ايه الكلام ده؟ شلت الحياه بمعنى ان حياتي وقفت، سواء اذا كانت حياتي الدراسيه او المهنيه او حياتي الاجتماعيه او ايا كان العلاقات اللي باظت في حياتي. سبب معاناه ان انا مش كويس دي تشمل بقى ان انا متضايق، ان انا مش عارفه اتعامل بطبيعتي. مش كويس دي تشمل ان انا متألم، وبناء عليه انا لو حسيت ان في معاناه وفي شلل للحياه او تعطيل للحياه وكفاءتي فيها، انا لا، انا هنا محتاج ازور متخصص، وان انا اروح ويقول لي انت محتاج ارشاد مش علاج، انت ما عندكش اضطراب، انت عندك مشكله احنا محتاجين نشتغل عليها. ده احسن من ان انا اكون بعاني والموضوع يتطور معايا وما يتحسنش. طيب انا دلوقتي ممكن اخد حلول بديله، يعني لو انا مش عايز اروح لمعالج مثلا ممكن اقعد اتكلم مع واحد صاحبي انا بحبه، او ممكن اقرب من ربنا اكتر، او امارس هوايات. يعني في حلول تانية غير ان انا اروح لدكتور نفسي في عيادته وابقى اسمي مريض نفسي؟ هو مفيش مشكله انك تبقى اسمك مريض نفسي، احنا كلنا عندنا اعراض نفسيه او اعراض من الاضطرابات النفسيه، بس خلينا نقول ان الحاجات اللي انت قلتها دي لطيفه جدا. انا بجرب، يعني عارف احنا بيكون عندنا مثلا مشكله عضويه، احنا عندنا من ضمن المشاكل النفسيه حاجه اسمها سايكوسوماتيك، يعني اضطراب المفترض ان هو جسدي بس مصدره الاساسي نفسي. احنا قبل ما بنشخص ان الاضطراب ده سايكوسوماتيك او مصدره الاساسي نفسي، احنا بنعدي على كل التخصصات الطبيه الاول ياكدوا لنا يا جماعه ان مفيش حاجه عضويه، وبعد كده نروح للتخصص النفسي. نفس الفكره، جرب كل اللي انت عايزه، العب رياضه، انزل جيم، سافر، جرب تقرا، جرب تقعد مع اصحابك، تمارس هوايات جديده، تعمل حاجات كان نفسك فيها، تعمل كل الحاجات اللي انت بتقول عليها دي، تقعد مع اهلك، تتكلم، تفضفض. لو كل ده ما نفعش الجا بقى لمتخصص نفسي. وبالمناسبه احنا الحيانين بيجوا لنا في مراحل متطوره بكتير لانهم بيكونوا جربوا كل الحاجات دي وما نفعتش وسكتوا على نفسهم. فالافضل انا لو جربت حاجات كتير وما لقيتش نفسي بتحسن، بالعكس ده الوضع زي ما هو وبيسوء، انا محتاج بقى خلاص اقف كده مع نفسي واقفه واروح لمتخصص. بصي انا يعني مقتنع باللي انت بتقوليه، بس لسه عندي حته، يعني ازاي اقول لاهلي ان انا رايح لدكتور نفسي او معالج نفسي؟ ازاي اواجه المجتمع اللي هيشوفني مثلا لو انا متفق اقابل صحابي مثلا الساعه عايزين نتقابلوا الساعه 6، فانا اقول لا والله يا جماعه عشان انا عندي ميعاد الدكتور النفسي بتاعي فهاجيلكم متاخر شويه. تقيله برضه، يعني ازاي استحملها؟ ازاي اقنع اللي حواليا بيها علشان ما يبقوش يعني شايفيني مجنون؟ طيب هو المرض النفسي ما هواش جنون، وانا محتاجه اقول لك كمان ان انت مش شرط انك تقول لهم اصلا. انت لو عندك اتاحه ان انت تروح من وراهم اتس اوكي، روح، دي حاجه في مصلحتك، انت مش رايح تعمل حاجه غلط ولا عيب ولا حرام، دي حاجه انا محتاجها، وبناء عليه لو مش هقول لهم مفيش اي مشكله. طيب لو افترضنا ان انا مش عارف انزل من البيت من وراهم، او معيش فلوس اصلا تخليني اروح اتعالج، انا محتاجه اتكلم معاهم بان انا بعاني من 1 2 3 وانا قريت عن ده او سمعت عن ده، وانا محتاجه اروح لدكتور او اروح لاخصائي او حاجه زي كده. في اهالي بتستجيب وفي اهالي ما بتستجيبش، وعشان كده حاول على قد ما تقدر ان انت تساعد نفسك بنفسك. لو في اتاحه انك تنزل من غير ما تعرفهم، من غير ما تعرف لاصحابك ولا قرايبك ولا اهلك ولا اي حاجه، اتس اوكي انك تروح. وده مش عشان انت رايح تعمل حاجه غلط، ده مش عشان انت اتوصمت بانك مجنون، ده عشان توفر على نفسك منهده كتير وعبء كتير قوي ممكن يكون مردوده سلبي اكتر من انه ايجابي. طيب يعني هل ده هيفرق في ان انا حياتي تختلف؟ يعني ازاي اعرف ان زياره الدكتور ان انا رحت له ده فرقت معايا او فادتني في حاجه؟ الاعراض اللي انت كنت بتشتكي منها، لو الاعراض دي قلت او ما بقتش موجوده يبقى انت اتحسنت.